بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي يفوز على سيراميكا 2-1 بهدفين لطاهر محمد طاهر نجم المباراة. طيب، بطولة ما فيهاش عدل، واحنا قلنا الكلام ده، قلنا ما فيهاش عدالة تحكيمية، لأن في ضربة جزاء الشوط الاولاني لسيراميكا. اعتقد دي لو للنادي الاهلي اللي على بيرسي تاو، اعتقد لو للنادي الاهلي كانوا هيعيدوها مره واثنين وثلاثه وتعالى، وشفناها في ضربه الجزاء بتاعه نهائي السوبر الافريقي بتاعه اكرم توفيق. اكرم قايم عشان يرجع يدافع، اتفاجئنا قلنا ده بيرجع عشان يطرد حسين الشحات في الدخله اللي دخلها على دونجا. لقينا اتفاجئنا كلنا جماهير اهلي زمالك كله ان في ضرب، بيحسب ضربه جزاء. حد له شوق في حاجه؟ حد له شوق في حاجه؟ الكوره ماشيه عندنا كده. النهارده الزمالك بيكسب ويتلغي وبيراميدز يتلغي له هدف صحيح 100%، والنهارده في ضربه جزاء 1000000% وطرد الاكرم توفيق. انا مش عارف الحكام دي راح تعمل ايه. اين العدل؟ اين الضمير؟ اين المساواه؟ يا عم اكسب، محدش قال لك لا، بس ادي لكل واحد حقه. هي سيراميكا دي وبيراميدز دول من دوله غير دوله مصر؟ والله لو من بره مصر مش هتعملوا الكلام ده. على العموم الاهلي بيكسب في اسوأ مستوى له، افتي يا مفتي اللي هو كولر، ولكن الحظ بيساند النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. تشكيل لا اسوأ ولا اوحش، واتفاجئنا. هو مفكر ان في لسه ماتش تاني للزمالك، يعني اول ماتش ده سواء كسبوا تعادلوا خسروا مش مهم، المهم ان عنده ماتش اللي جاي ماتش الزمالك، فانا بريح اللعيبه اللي هي الاساسيه. الماتش ده لو انت خرجت النهارده كانت نهايتك النهارده يا كولر، كانت نهايتك 1000000%. بس احمد ربنا، يمكن ربنا شايلها لك في ماتش الزمالك. تخسر ماتشين ورا بعض، بطولتين سوبر افريقي وسوبر مصري، يا دهوتك السوداء، يبقى نهارك طين. يبقى كده يعني لو مجلس اداره ابقى عليك، انا مش انا اللي هبقى عليك، ده الجماهير مش هتطيقك من هناك، هتقول لك خد شنطتك واطلع على سويسرا من بره. ولا العين ولا البتاع يمسكوا اي حد ماتش العين، يمسكوا رمضان وسامي قمصان والله يكسبوا. انما النهارده بيألف تأليف غريب الشكل. ناس بقالها فتره ما بتلعبش وبيلعبها، ناس بقالها كتير خارجه من اصابات وبيلعبها. شكل الشوط الاولاني والثاني ضايعين، وبعد كده بعد ما بيجيب الجون بينزل بقى، بيحافظ على المكسب. من حقك تحافظ على المكسب لانك انت ما لعبتش، انت ما رحتش الامارات اصلا. على العموم ان شاء الله باذن الله نتفرج على مباراه في النهائي باذن الله، الاهلي والزمالك اهو، كما اراد اتحاد الكره والحكام ان هم يوفروا سبل الحمايه والتاهل سواء للزمالك او للنادي الاهلي. مش انتوا عايزينه؟ طب ما كنتوا تلغوا بقى سيراميكا وبيراميدز ولعبنا ماتش ولا ماتشين اهلي وزمالك، والذكر ولا البطل هو بقى اللي يكسب الماتشين. يا عم ماتش واحد بدل اللفه اللي هي غريبه دي. سيراميكا اصل بطل اللي هو كاس الرابطه، وتاني الكاس ومش عارف الكارت الذهبي. يا عم خلص اهلي وزمالك واخلص، ما توجعوش دماغاتنا، ما تلففوناش، خليها كده. لان انتوا كده بتدوا ايحاء للعالم كله ان احنا ما عندناش كوره، وانتوا عايزين الاهلي والزمالك يوصلوا عن طرق الدائري اللي هو بتاع المنيب والدائري القديم. طب ما نلعبهم هما الاثنين وخلاص ونخلص من القصه دي. واحد يقول لي اصل التسويق ايه ده؟ انتوا بتسوقوا صورتنا بره مصر، والله بتسوقوا صورتنا ان فرقه بتقع وتتعب والكلام ده لا بتاخد طرد ولا ليها ضربه جزاء بتتحسب. والجون الاولاني اللي هم جابوه بيشكوا فيه لولا ان لقوه ما فيش فيه اي مشفي، يدوروا كده لقوه مشفي فاتحسب في الاخر. يلا بقى، على العموم ان شاء الله باذن الله نتفرج على مباراه يوم الخميس، واللي يكسب بقى حلال عليه. بس انا بقول لك من دلوقتي الماتش ده كمين. تقول لي لمين؟ هقول لك بقى ان شاء الله يوم الخميس هبقى اقول لك. السلام عليكم.
ده طبعا كان تعليق رضا عبد العال بعد فوز النادي الاهلي النهارده على سيراميكا 2-1 والتأهل الى النهائي لمقابلة نادي الزمالك في نهائي السوبر في الامارات. طبعا هاجم الحكم احمد الغندور، طبعا قال ان النهارده الاهلي فاز بالحظ وبالتحكيم. طبعا هو ده كان رضا عبد العال ورده على فوز النادي الاهلي وتعليقه على فوز النادي الاهلي. ما تنسوناش تردوا على رضا عبد العال في الكومنتات وتكتبوا لنا رايكم وتشتركوا في القناه عشان يصلكم كل جديد.